صُدمت مدينة وجدة يوم الاثنين الماضي بعدما قام سائق شاحنة نقل الأموال باختلاس مبلغ يقدر بحوالي 330 مليون سنتيم قبل أن يلوذ بالفرار إلى وجهة غير معلومة. ووفقا لمصدر مطلع فإن السائق المتورط في الحادثة بدأ العمل مع الشركة قبل 6 أشهر وقام بتنفيذ جريمته الجريئة عندما كان يعمل بصحبة مرافقه في إحدى البنوك بوجدة. وحسب نفس المصدر فإن السائق غادر المكان بالشاحنة المحملة بالأموال والودائع المالية تاركا مرافقه داخل البنك دون أن يشتبه في نواياه الخبيثة. وبعد خروجه من البنك تفاجأ الشريك باختفاء الشاحنة والأموال التي تحملها. وفور وقوع الحادثة تم إبلاغ السلطات الأمنية التي شنت عملية تمشيط شاملة في المنطقة واستعانت بكافة الموارد المتاحة بهدف القبض على الجاني. بعد ذلك تم العثور على الشاحنة المفقودة في حي الطوبة قرب السجن المحلي السابق بالقرب من أسواق السلام محترقة بالكامل مع الأموال محترقة أيضا بداخلها دون العثور على المشتبه فيها السائق الذي فر إلى وجهة غير معلومة.